السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير وصحة وسلامة. طبعا تعرفون هسه وقت الموسم البانية، وما اعتقد اكو بيت ما فرز بانية. فحبيت اشوفكم طريقتي بالتفريز مالت البانية. وانتم تباعون على الفيديو، راح احكيكم هاي القصة جدا ممتعة، واتمنى تسمعونها للاخير لان بيها عبرة كلش قوية. اكو واحد اسمه خالد عاش ويا امه وابوه اخته تقريبا اكبر منه ب7 سنوات. كانت حياتهم جدا عاديه وبسيطه ومدبرين امورهم كله بفضل الله وفضل اكتمال عائلتهم. المنطقة اللي كنا نسكن بيها كل أقربائنا موجودين، عمامي وخوالي. يقول عشت وكبرت وتربيت بهاي المنطقة. يقول صحيح ما كان عندي أخوان، بس أولاد خالتي وأولاد عمي كانوا بالنسبة إلي أكثر من الأخوان، وكل وقتي كان وياهم ومتعود عليهم حيل، وما متوقع أعيش بدونهم أو بعيد عنهم. ورغم كثرة أقاربي حولي، إلا كان أكو واحد منهم قريب علي كلش قريب، اللي هو اسمه علي. وطبعا ما كنت أضم عليه شيء أبد، لو كل شيء يضوجني أو يغثني أروح إلى بدون تردد، وهو نفس الحالة. هماتي ما كان يضم عليه شيء. يقول ثقتنا ببعض كلش كبيرة. مرت الأيام واستمرت حياتي على هذا الوضع. يقول درست وياهم، تربيت بيناتهم، وما كان أكو شيء بعدنا عنهم. ومن بدينا نكبر أكو وحدة يقول من بنات خالتي كنت معجب بيها. يقول كنت أحس بشعور غريب من كنت أحكي وياها، فرحت لعلي وقلت له على كل شيء، أنا معجب بأخت محمد، وقلت له كل شيء عنها، ويقول عندي ثقة بيه وحكيت له. يقول مستحيل أشك بيه ولو شوية، بس يقول للأسف ثقتي طول هالسنين ما كانت بمحلها. يقول علي كان يروح يقول لمحمد كل شيء، وقال له أنا معجبة بأخته، وكان يوصل له كل الكلام اللي أحكيه له. ومحمد كان عمره كبير، يعني كبير العفو، ومن سمع الحكي من علي قال له ما صدق، قال يمكن أطفال ويمرون بفترة مراهقة. والمشكلة بالموضوع يقول أنا ما حب، يعني ما كنت أعرف علي، كان يوصل له كل الحكي. أحكي له أسراري. مرت الأيام يقولوا كبرنا، وصداقتي بقت بعلي مثل ما هي، وبقيت هم يعني أثق بيه وأقول له كل أسراري. يقول يوم من الأيام رحنا زيارة البيت عمنا، وكانوا الأهل كلهم موجودين وملتمين بالبيت. المهم يقول أنا قاعد، كان يجيني واحد من ولد عمي وشاورني، قال لي خالد تعال اطلع برا أريدك بموضوع كلش مهم. قال لي أنا أعتبرك مثل أخويا، وأي شيء يضرك يضرني. يقول أنا خفت، قلت له احكي شكو؟ قال لي محمد ابن خالتك أخذ رقم أختك ويحكي وياها. يقول أنا يعني تنرفزت بشكل مو طبيعي، قلت له أنت مخبر؟ شنو هالحكي؟ معقول أختي شو تسوي؟ محمد هيك يسوي؟ قال له أختي أعرفها زين، يعني أعرفها ما تسوي هاي الشي شغلات. يقول يعني ظليت شوية متعصب وهاي بردت أعصابي. يقول رجعت دخلت جو وياهم. يقول ورا يعني مرت الأيام، يقول ورا السنة الصدمة، وأني كنت راجع من الدوام. يقول دخلت غرفة أختي أريد منها سوي لي غدا، بس ما لقيتها موجودة بالغرفة. ويقول فجأة وأنا طالع من الغرفة سمعت موبايلها يدق، يعني نغمة الرسائل. يقول أنا رجعت شفت الرسائل، يقول لو ما شايف هنا يعني أحسن لي، لأن كلام كله غزل وحكي ما ينحكي. وكانت مخليه الاسم والصورة مال بنية. يقول أنا شكيت معقولة هاي بنية هيش تحكي. يقول أخذت الرقم ودقيته بجهازي، كان يطلع لي رقم محمد. انصدمت لأن ما كنت متوقع، وطلع حكي بن عمي صحيح. ويقول أنا بذيك اللحظة يعني حرج شو أسوي، شلون أتصرف إلما أحكي. يقول رحت لغرفتي وأني ميت قهر. وثاني يوم رحت لعلي وقلت له على كل شيء. طبعا علي راح قال لمحمد كل شيء، لأن ما كان يضم على شيء وأني ما أدري. بعد أسبوع يقول قررت أحكي ويا محمد على كل شيء، واحرق قلبه مثل ما حرق قلبي. يقول راسلته على الواتساب قلت له محمد أريد أطلب منك طلب، بس ما أريدك تزعل. أريد تنطيني رقم أختك، أنا معجب بيها. طبعا لما ردت الرقم يعني مو صحيح، أنا لا معجب بيها ولا هاي، بس كنت ناوي أحرق قلبه وأخليه يحس نفس الشعور. يقول بعد ما طلبت منه هالشي عصب وقام يسب ويغلط، ويعني مصدق كلام علي اللي سمعه قبل فترة من كنا مراهقين. المهم وكنت يعني أنا كنت بفترة مراهقة، يقول فمو مجرد حكي. وظل يحكي وأنا كنت كل همي أريد يعني أحرق قلبه. فبعد مرور أسبوع علي خابرني، اتصل بي الصبح قال لي وين أنت؟ قلت له أنا بالبيت. قال لي تعال ضروري أريدك لازم تجي. قال له خوش دقائق وأنا أجيك. يقول رحت لبيتهم، ما لقيت علي. وفجأة لقيت محمد، فتعاركت وياه وضربته وضربني وظلينا نتعارك. فيقول اكو يعني تحفيه يمي كانت، شلتها ضربته حيل على راسه، وقع بالقاع فقد الوعي وانترس دم. يقول انا من شفت هيجي قلت هذا مات، فانهزمت رجعت للبيت غيرت ملابسي طبعا من القلق والخوف. يقول كان كاتلني. قلت هذا مات بعد، قلت هذا مات. فبعد كم يوم اطمأنيت، يعني هو ما بيشي مجرد يعني جرح وتعالج. بعدها اجتنا رسالة من رقم غريب، قال لي انت خالد؟ قلت له ايه منو انت؟ قال لي اني زوج خالتك ابو محمد.
ومحمد قال لي الحكي يعني كل شيء قال لي عليه، وأنا ما ضم علي شيء. قال له فايش قال له؟ قال له أنا راح أجي على أبوك وأقول له على كل شيء. وجا ثاني يوم وقال أبوي على كل شيء. طبعا صارت مشكلة بين العائلتين، وكلها صارت ضدي وكذبوني، وتحملتهم وتحملت ظلمهم، وقاموا يعني ما يصدقون بي. حتى لو يعني أنا كنت صادق، يعني حتى أقرب الناس اللي هو علي همتين ما صدقني وصار ضدي. طبعا بسبب هالشي احنا شلنا من هاي المنطقة، رحنا لغير منطقة. طبعا بنات هنا أنا اليوم البيت كتلته بالصوندة، كتله زينة، شوفوا غسلته غسل من فوق لي جوا من ورا الحر هذا، يعني الحر مشكلة جدا جدا حارة. فاحنا نسوي هيك على مود شنو شوي بكت يعني شوي البيت يبرد، لأن الجو مو طبيعي الحر مالته. المهم خلينا نرجع ونشوف علي، قصدي خالد صار بيه هو وعلي. يقول له فمن ورا هاي السالفة رحنا المنطقة غير منطقة، يعني لا نعرف بها حد، لا قرايب لا شيء، فسكننا بيها. بنات أتمنى عجبتكم القصة. ونهاية هاي القصة يعني أحب أقول لكم فد شيء، ابتعدوا عن الظلم إيش قد ما تقدرون، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. إن شاء الله يا ربي عجبتكم القصة وهاي الحكمة من عندها. أنا أتمنى الفيديو عجبكم بنات، قلت لكم يعني هذا روتين تحفيزي. طبعا هذا الترك هنا أنا مخليه التنور والشغلات اللي ما نستعملها فغسلناه. إن شاء الله يا بنات ألتقيكم من جديد، ونهاية الفيديو وصلنا، اعطونا لايك وربي يوفقكم، ومع ألف ألف سلامة.